الاسعار في الفتره الاخيره دي رفعت جدا، وطبعا الرخام وكل حاجه والاسمنت والكله والسيراميك وكل حاجه آه، في مصر رفعت باسعار رهيبه جدا. رغم ذلك ان الناس مجبوره برضو ان هي تعمل حاجتها، الحاجه هي محتاجاها، مضطر ان هو يعمله. طيب، انت حالتك على قدك او عايز تجيب حاجه على قد فلوسك، فبنختار لك احنا يعني اقل حاجة ممكن تعمل بها اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت هتقضي الغرض وتكون برضو ايه، ما تتضرش، ما يجرلاش حاجة، الكلام ده كله. فاحنا بنستخدم اللي هو الرخام الصاني منيا او المنيا فص، اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي قدامكم في الفيديو ده. وبعد كده بنركب اللي هو النيو حلايب. النيو حلايب اللي هو الاسود ده، النقرش باسود ده. استنى ثواني كده، نرجع شويه، نرجع نشوف. طبعا ده الفيديو اثناء المونتاج، بس انا بشرح لكم وبوضح عشان اللي يدخل فيما بعد يلاقي الشرح واضح. تمام. طيب، هو اللي هو منقرش باسود ده الجرانيت، ده اقل جرانيت مصري. ده بيكون سعره كويس مع رخام المنيا. مش شرط انك انت تعمل المطبخ مستوردات ولا خامة غالية ولا اي حاجة من ديت، لكن اي حاجة هتقضي الغرض. ست البيت عايزة حاجة تلم فيها حاجاتها، شكلها حلو، تستحمل معاها، ما تبقعش، الكلام ده كله. هو اي جرانيت كله واحد، بس بتفرق بقى شوية من الجرانيت الفاتح للجرانيت الغامق، من حيث برضو ان البقع، الجرانيت الفاتح ممكن يبقع ولا يجرى له حاجة. في نفس برضو الوقت الجرانيت الغامق يعني بيكون برضو له عيوب. الجرانيت الغامق بيبقى له عيوب، وهي اكبر عيب فيه ان هو بيجير بسرعة. اكبر عيب في الرخام الغامق ان هو بيجير بسرعة، وطبعا ده علاجه سهل جدا، انك انت تمسحه بسلكة او بقماشة او بملمع او باي حاجة هتضيع التجيرة ديت. لكن البقع في الفواتح ديت اللي بتبقى مشكلة صعبة. ده يا رب اكون وضحت لكم الفكره بتاعه المطبخ الرخام. طبعا بقى في ناس بتقول لك المطبخ الرخام ده ممكن لا قدر الله ان هو يقع. هو ممكن يقع، ممكن يقع. طب يقع امتى، ولا يقع في مرحله ايه، ولا ايه السبب اللي يخليه يقع اصلا؟ السبب اللي يخليه ان هو المطبخ ممكن يقع هو سوء التركيب، او يركب بطريقة مش كويسة، او يركب باستهتار، او يركب مثلا واحد واخده رخيص فعايز ينجز فيركب الشغل بسرعة بسرعة فيحصل خلل. فتيجي بعد كده ست البيت تركب حاجة، تحط حاجة في المطبخ ولا حاجة تقيلة، تروح واقعة. المطبخ دهوت اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده مطبخ مفيش كوابيل نهائي. المطبخ معلق بالكامل، مفيش اي حاجه شايلاه غير الحيطه فقط. وطبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، الاربع بنات قاعدين فوق المطبخ. الاربع بنات قاعدين فوق المطبخ اهوت، و- والمطبخ شايلهم ما شاء الله ومستحمل. ولو اربع رجاله، مش اربع بقى بنات اطفال، لا، لو اربع رجاله وزنهم سبعينات وتمانين كيلو ومية كيلو كمان، هيشيلهم بالظبط وهيستحمل ومش هيجراله اي حاجه. لان الرخام ده بيركب بطريقه العاشق والمعشوق. فاهمين يا جماعه؟ بيركب بطريقه العاشق والمعشوق. يعني احنا بنحفر 2 سنتي في الحيطة. طبعا الكلام ده كله هنشوفه في الفيديو اللي انا بمنتجه ده، لان انا لو قلت كل الكلام الفيديو ملوش لازمة يعني، ولا ايه؟ المهم، آه، زي ما انتم شايفين يعني المطبخ بيكون راكب متحكم كويس. ده اهم حاجة. تمام. خلينا نسيبنا بقى من الرخام كده، وخلينا في ايه، آه خلينا في المونتاج. خلينا في المونتاج كده وناخد اراء بعض،
وبرضه ايه احنا نبقى نكون قاعدين مع بعض برضه ايه وهنشوف الدنيا. عشان انا لو كده هحرق الفيديو واكيد الفيديو بتاعي ملوش لازمه، يعني اكيد ما اعملش مونتاج ولا اعمل حاجه. يلا حد اللي هيجي بقى، انا عايز الناس بقى تيجي كده بقى وتتكلم معايا وتدردش. طبعا انا بعمل بث مباشر كده، ما فيش ما باخدش يعني مش بس مش بقول لحد او مش بعلن او مش بعرف حد ان انا هطلع بث مباشر. هي بتطقر في دماغي مره واحده كده، يعني بتضرب في دماغي مره واحده ان انا اعمل بث مباشر. فانا بما النهارده يعني قاعد النهارده اجازه، وقلت اعمل حاجه في الفيديو. آه قلت بقى ايه، اكسب وقت واطلع اشوف الناس الحلوه ديت، وبرضه في نفس الوقت اكون شغال على الفيديو اللي معانا. طبعا انا عندي ما شاء الله على الكمبيوتر. لو جينا كده مثلا، لو جينا انا على فكره انا الفتره اللي فاتت ديت ما برفعش فيديوهات، ضغط شغل يا جماعه، والله ضغط شغل. الحمد لله يعني. فمش عارف ان انا اوفر وقت ان انا ارفع فيديو. تمام. انا هوريكم بقى الكنز فيديوهات مليان معلومات. حلو الكلام، حلو الكلام. كنز فيديوهات مليان معلومات موجوده هنا على الكمبيوتر، يعني مش هنروح بعيد. يعني مثلا انا هوريكم انتوا ما انتوش غرب. انا هوريكم كنز من الفيديوهات دي كده. الفيديوهات الجديد دي كده بتاع اخر مطبخين. تمام. بتاع اخر مطبخين. يعني لو جينا شغلنا كده، ده مطبخ ان شاء الله برضو هينزل، هنشوفه مع بعض. انا عايز اوريكم حاجه منه كده حلوه عشان تستمتعوا معايا. شايفين المطبخ ده؟ المطبخ ده فيه قمه الجمال وقمه الروعه وقمه الابداع في التصميم. المطبخ ده طبعا هو التصوير مش قوي عشان بصور بتليفون قديم والاضاءه تعبانه شويه، لكن التصميم ده اللي يقف قدامه مش عايز اقول لكم ينصدم من جماله. التصميم زي ما انتم شايفين اهوت، يعني حاجة فوق الممتازة، وحاجة محدش شافها قبل كده. يعني فكرة التصميم ديت محدش شافها قبل كده. لان طبعا بيكون افكار، كل واحد بيكون عنده افكار. طبعا المطبخ ده هيكون فيه اخطاء، بس هي مش اخطاء، بس هو اللي مش عارف هيقول لك ان هي اخطاء. الحاجات دي كلها هنشوفها مش هنسيبها، هنشوفها وهنعرفها وهنعرف تفاصيلها وازاي اتعمل وازاي ركب وازاي راح وازاي جه، وكل حاجة هنعرفها مع بعض. تمام. طبعا برضو هعمل له المونتاج وهنشر لكم كل حاجة، طريقة تركيب. يعني هتشوف هنا مثلا هنا وانا شغال في المطبخ. هي الصورة واقفة. اه الصورة واقفة. ثواني يا جماعة. هو انتوا سايبيني انا بقى عمال اقول واعمل وهي الصورة واقفة؟ طب حد يقول لي ان الصورة واقفة. طيب هي الصورة واقفة هنا عشان انا آه عامل حاجة تانية. اظبط الدنيا. ايوه كده، كده تمام قوي. طيب نشوف بقى كده تشتغل ولا لا. كده اشتغلت. لا. ايوه كده اشتغلت تمام. ده بقى المطبخ اهوت وانا شغال فيه. حلو الكلام. طبعا تركيز، عايز تركيز جامد، وعايز يعني آه خامات مستوردة غامقة، اللي هو الاسود جالاكسي ده، فبيحتاج نظافة في الشغل وبيحتاج تركيز. مش عايز اقول لكم ازاي. شايفين المطبخ؟ هتشوف تقول زبالة، يعني هتشوف كده وانا شغال فيه ايه الزبالة القرف ده. لكن كل حاجة متصنفرة بسكوتشات. مفيش ساعة ما يشطب انت هتتصدم من الجمال. يعني هوريكم دلوقتي الفيديو المطبخ ده
ساعة ما بدأ ان هو ايه يتشطب. طبعا بنستخدم الكرارة والجلاكسي والكلام اللي انتوا عارفينه ده. كل حاجة هنوضحها في الفيديو مع بعض ان شاء الله. شايفين العك ده عك ولا ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده. هوريكم انا مثلا بقى المطبخ بعد ما اتشطب. مش عايز يطلع ليه. هنيجي مثلا هنا نشوف المطبخ اهوت. ده المطبخ بعد ما اتشطب. ده شكله بعد ما اتشطب اهوت. جمال، حلاوة، ابداع في التصميم. عليه النعمة ابداع. ده ابداع. فكرة التصميم كده يعني. بصوا حاجة تغبل. ان شاء الله انا هوريكم كل حاجة. هوريكم كل حاجة في الفيديو ان شاء الله. مش هسيب لكم اي حاجة. وفي افكار تاني تعدل في التصميم ده، تخليك تعدل في التصميم ده وتعمل حاجة ابداع. هتحس ان في غلطات، بس هي مش غلطات، هي دي تصميم. يعني هتقول له الرفوف اللي تحت دي تخرج لبره بسوة القايم، الضرفه تركب ازاي؟ لا، هو التصميم كده. ده تصميم. ده تصميم. هو التصميم شايف الجمال. كل حاجه هوريها لكم في الفيديو ان شاء الله بعد ما هعمله واشطبه كده وهوريكم الدنيا. ماشي. انا هوريكم مثلا حاجه واحنا شغالين فيه. برضو هوريكم حاجه واحنا شغالين فيه. يعني مثلا اوريكم شكل المطبخ اول ما بدأنا شغل اهو. ده شكل المطبخ اول